وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي. هذا حديث البطاقة. نعم. وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا. يصاح به يعني ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينادى: يا فلان ابن فلان. نعم. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا. أي دفترا، السجل هو الدفتر. نعم. كل سجل منها مد البصر. نعم. ثم يقال: ما هو بدفتر تحطه مخباتك، كل سجل مد البصر. مد البصر، البصر وين يدري؟ يصل إلى السماء، تشوف النجوم بالبصر، مد البصر بعيد. نعم. ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة، وهذه سجلات 99، كل سجل مد البصر، هذه بطاقة صغيرة، وش تسوي؟ نعم. فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. نعم، لأنه قالها، نطق بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، معتقدا لها، مات عليها على التوحيد، فهذا مصيره يوم القيامة. نعم. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، بحسب ما في القلوب. نعم، من اليقين والصدق والعلم. نعم. فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: ليس في هذا الحديث متمسك للمرجئة الذين يقولون ليست الأعمال من الإيمان، ولو أن الإنسان ما يعمل، إذا قال لا إله إلا الله، هذا الحديث يدل على أنه في الجنة. وأنه يا أخي ما يؤخذ بحديث واحد وتترك الأحاديث الأخرى، يجمع بين الأحاديث، يجمع بين الأحاديث، ما يؤخذ حديث ويترك. هذا يتمسك بالمتشابه، ما المتشابه ما يعمل به لوحده، وإنما يرجع إلى الأدلة الأخرى ويجمع بين. دلت الأدلة الأخرى على أنه لا يكفي النطق بها، بل لا بد من العمل والاستقامة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. قد مر بنا من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد، وهذا سيأتي، وكفر بما يعبد من دون الله. أما من يقولها وهو لا يكفر بما يعبد من دونه، يقول كله سواء، الناس أحرار وكل له عقيدته، ولا يقول هم على صواب، هذه قناعتهم. يقول بعضهم الآن كذا، وهذا أبطل من مذهب المرجئة، هذا أعوذ بالله إلحاد، هذا إلحاد، لا بد من الاستقامة والإخلاص. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكنه شيء وقر في قلبه. اليقين اللي في قلب أبي بكر ما وصل إليه أحد من الصحابة. نعم. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة
ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. لأنه ما حقق معناها. كثير ممن يقول له بطاقة لكنه يدخل النار لأنه لم يحقق لا إله إلا الله. نعم. قوله رواه ابن حبان والحاكم.